لكن انتبهوا، خلينا نشوف مفهوم الله في الإسلام. هنا هكذا يقرأ القرآن. شوف العظمة القرآنية. إيش مفهوم الله في القرآن العظيم يا إخواني؟ العكس تماما تماما. ما في آية واحدة على فكرة، وهذا كمان على طول الخط هو العكس من نظرة اليوم المتطرفين الإسلاميين لله. العقيدة، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، عقيدة مش عارف أهل البيت، كلام فارغ. الله ليس كذلك. الله فعلا وواقعا وحقا وصدقا وقرآنا رب العالمين، مش رب المسلمين، رب الكل. لذلك هذا الله لا يمكن، أستغفر الله، أن تخفض مفهومه على كيفك. إذا أردت أن تلحد الحد، أنت حر. هذا إلحاد، كما قلنا إلحاد جزئي. إلحاد جزئي. المفكر الإنسان الكبير إيرازموس الهولندي كتب مرة يقول: ليسوا أولئك الذين يجازفون بإنكار وجود الله سبحانه أكثر إلحادا من أولئك الذين يصورونه متزمتا. متزمت، متعصب، متحيز إلهم. هم أبناء الله وأحباؤه، إلا بس لحالنا. ربنا هذا حبيبنا إلهنا، نعمة اللي بدنا إياه، وهم في 60 داهية. لا يا حبيبي أبدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. شفت الآية هذه؟ هذه الآية لو ظللت 1000 سنة أتلوها وأفسرها لن أنتهي منها. تعرفوا لماذا؟ لأنني مقتنع أمتي تقريبا لا تتلوها. صدقوني، الأمة لا تتلو هذه الآية. تتلونها طبعا أكيد من سورة النساء، وتقريبا كأنكم لا تتلونها، لا تسمعونها، ولا واحد يتوقف عندها. المفروض توقف عندها إلى أن تموت. آية مخيفة مزلزلة. وسيبك من كتب التفسير والحديث. شوف كتاب الله. الله بقول لنا: ليس بأمانيكم، مين؟ إحنا يا أمة محمد، ولا أماني أهل الكتاب يهود ونصارى. إيش القصة طيب؟ ما في. الله قال لك هذا عندي لا يساوي شيئا. تقول لي أنا مسلم محمدي، أنا ما يساوي شيء عندي. قل هذه أماني. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا تقول لي أنا من أهل البيت، ولا أنا شيعي، ولا أنا من أهل السنة والجماعة حنبلي، ولا أنا مسلم، ولا ما في الكلام هذا عند الله. برهن أنك إنسان رباني عبد لله نفاع البشر، مش مطوب لي مفهوم الله إلك تطويب. استحواذ، نزع استحواذية في الدين. أستغفر الله العظيم يا أخي. كل شيء بنستحوذ عليه باسم الله، بعدين نستحوذ حتى على اسم الله نفسه، مفهومه نحرفه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. راحت اليافطة اللي حاملها مسلم، راحت عليك. أهل السنة والجماعة والله راحت. شيعي أهل البيت راحت، انحرقت. كلام فارغ. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يا ربي، الله يخاطب الآن اليهودي والمسيحي والمسلم. نعم، هذه آيات قرآنية. روح حرفها، العب فيها عاد. واضحة، أوضح من الواضح. هذا الإيمان الذي يريده الله. إيمان أيها الإخوة يخرج إنسانا عظيما، إنسانا رحيما، إنسانا يسع قلبه وتسع خيريته الدنيا بأسرها. مش إنسان ضيق متزمت على طريقة أبناء الله وأحبائه، إحنا وبس، وهذول هيك وهيك وهيك، ما يعجب حدا. وقلنا لكم 1000 مرة يا إخواني والله العظيم، كل النزاعات الحصرية لا تقف عند حد، تظل تضيق وتضيق 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 في الأخير حتى لا تتسع إلا إيه؟ إلا لمجنون مهوس ينادي بها واحد. وقلنا لكم مرة أحدهم ماذا كتب يقول؟ قال: ليس على وجه الأرض اليوم مسلم إلا أنا وشيخي في باكستان، في جبال باكستان. إيه طبعا، وعدوا شيخه بكرة بطلعوه هو، يبقى هو لحاله. شيء من الجنون، شيء من الهوس. شوف الهوس هذا مع آية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يا عظمة القرآن وينها! عظمة عظمة عجيبة غريبة يا إخواني. لذلك إحنا نقوم بهذا الإلحاد. إلحاد اختزال أيها الإخوة. لن أعبر بتعبيرات غير لائقة، لكن هذا أكثر شيء أقوله اختزال، تخفيض، يعني تخفيض، اختزال، ضغط، تشويه لمفهوم الله، لمفهوم. كيف أنت؟ هذا في الأخير تشويه لك أنت أبدا. الله لا يناله أحد. تشويه لاعتقادك. اعتقادك مشوه، دينك مشوه، إيمانك بالله مشوه، ولا مش صحيح؟ وإلا لو في واحد يعني تجوز له علاقته الطيبة بالله، العميقة الصافية بالله، أنه يترخص
ويستحل مرة دماء الناس ومرة أعراضها ومرة أموالها ويحس براحة الضمير. عارفين مين لازم يكون هذا؟ محمد عليه السلام، والله العظيم الوحيد. أبدا، النبي خطب فاستقم كما أمرت، وهذه شيبت، وقال شيبتني هود وأخواتها. قال له مش على خاطرك، كما أمرت، ما في ترخصات، ما في استثناءات، ما تقولش أنا محمد أنا حبيب وأنا اللي بدي إياه بعمل وبغفر لي، ما في منه الكلام هذا. إحنا غلابة، إحنا ملاحدة إلحادا جزئيا يا إخواني. عشان نبقى بقوم الليل وببكي بحس حاله خلاص قطع 19 طريق الجنة، فيلا نغتاب هذا، ننم على هذا، نشبك هذا بهذا، نأخذ مال هذا، نطعم في عرض هذا، نطلع على مرته. يا أخي تبا لك يا رجل، تبا لك. الله محتاج لركعاتك السخيفة هذه، لدموعك الكذابة. الله يريد أن تصبح إنسانا نبيلا، إنسانا كاملا صافيا. مستحيل هذه العبادة تصبح والعياذ بالله طريق إلى الفسق والفجور. أي عبادة هذه؟ وأي دين وأي تسنن هذا هو. لذلك أنا أقول لكم لابد أن نفتح هذه الملفات وأن نراجعها بوضوح أيها الإخوة، صادم، بصراحة مرة، لنقول وضعنا الروحي ليس على ما يرام. حالتنا الروحية مقلقة ومخيفة جدا.